بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي يا شباب، يلا انتوا جاهزين معايا؟ جاهزين. طيب ماشي، هناخد المسألة الأولانية. بيقول لي غرفة يراد تكييفها يدخل الهواء إليها تي دي، درجة الحرارة بتاعتها الجافة 13، وكان معدل هواء التهوية 200 لتر بير سكند. نخلي بالنا من الحتة ديت، اللي ده معدل السريان الحجمي، واحنا شغالين بمعدل السريان الكتلي. ومعدل الهواء الراجع 800 لتر على الثانية، برضو معدل السريان الحجمي. ماشي. وكانت حالة هواء التهوية درجة حرارة جافة ورطوبة نسبية. كده أنا حددت نقطة اللي هي بتاعت حالة هواء التهوية، والهواء الداخلي حالته كذا. تمام. يبقى الهواء الخارجي جاب لي النقطة بتاعته، والهواء الداخلي اللي هو الراجع ريتيرن جاب لي النقطة بتاعته. وكان الكسب في الرطوبة للغرفة 29 جرام بير سكند. ماشي. دي المفروض احنا كنا بنجيبها مطلوب على طول، ده هو جابها لك معطى، يبقى ديت ليها استنتاج. احسب الحرارة الكلية للغرفة، قدرة الملف، معامل الإمرار الجانبي، كفاءة الملف، كمية المياه المتكثفة من على المكلف. طيب تعالى كده نخش على الخريطة ونبتدي ناخد الداتا اللي معانا ونشتغل عليها. أول حاجة مديني عند الريتيرن 26 و18، ادي نقطة اعملها على الخريطة على طول. صوت بيقطع عندك. الشبكة وحشة عندك خالص. لو عايز تكتب لي شيت اكتب لي شيت. ماشي. ادي درجة الحرارة الجافة ومع درجة حرارة تبقى 18. كده طلعت نقطة بتاعت الريتير. وعندي الهواء الخارجي كان 40 و50% رطوبة نسبية. 40 جافة، عند 40 عملت خط رأسي، وعندي رطوبة نسبية 50. هنا جبت هنا نقطة الO اللي هو الهواء الخارجي. أوصل الاتنين ببعض. تمام. نقطة الخلط هتقع على الخط اللي أنا عامله ده. طيب ادي الرسمة بتاعتي. عند الريتيرن هيتم خلطه مع الهواء الخارجي في نقطة. النقطة دي نقطة M، هيخش يعدي على ملف تبريد، وبعد كده يخش بقى ده سبلاي، يخش على الايه الغرفة، ويرجع منه هواء ريتيرن تاني. طيب هنا عندي نقطة هنا شغال باللتر على الثانية، ده معدل سريان الحجم. أنا عايز معدل سريان الكتلة. معدل سريان الكتلة بيساوي الحجم على الحجم النوعي. الحجم هو مدولي هنا، أو معدل سريان الحجمي على الحجم النوعي. معدل سريان الحجمي أهو، الحجم النوعي أجيبه عند نفس النقطة. تمام. طب عند الآر أجيب الحجم النوعي تقريبا 86%. أهي أقوم كاتبها. نفس الكلام أعملها عند الأو بعد ال 92، يعني ممكن ازود 2 بعد الايه الاتنين، يبقى 922 من 1000. حد جاب النقطتين كده دول صح؟ باشمهندس، طب لو انا عملتها بدل 86 زودت واحد مش هتفرق؟ لا مش هتفرق، ده 1 من 1000 على فكرة. الرقم ده 1 من 1000، فهي صح على فكرة. انت صح، لان انا عندي بعد الخط بحاجات بسيطة، فهي 1 ده الاصح كمان، بس انا قربتها شوية يعني. تمام. طيب بكده اللي انا اجيب الحجم النوعي عند النقطة دي. نعم. لو سمحت، هو احنا مش هنشوف الخريطة ولا هي بس اللي بتبقى في المسألة؟ انا الشاشة قدامكم مش ظاهرة؟ لا، انا الشاشة ظاهرة، هي المسألة بس مش بتتغير خالص. لا والله. طب انا اسف، لحظة واحدة لحظة واحدة لحظة واحدة. احنا عندنا مظبوطة يا هندسة. لا والله.
يعني الناس صار عندها الخريطة دلوقتي؟ اه، طيب يا جماعة، امال انتوا هتشككونا في نفسنا ليه؟ اطلعي من البرنامج وادخلي تاني واحدة. هتلاقي النت عندك تقيل ووقف. ماشي يا شباب، احنا كده كده هنسجل لكم الحلقة، ما تقلقوش. طب انا جبت الحجم النوعي هنا وهنا، ابتدي بقى ايه؟ اروح اجيب معدل السريان الكتلة عند ار وعند او. انا هنا كانت جايه لي مشكله اللي هو جايبها لي باللتر على الثانيه، خليت لي انا اجيب الحجم النوعي هنا والحجم النوعي هنا. طيب تعالى كده، المعدل السريان الكتله عند ار اللي هو الهواء ريتيرن بيساوي معدل السريان الحجمي على الحجم النوعي. هنا كان هواء التهويه، هواء الراجع كان كام؟ 800 لتر على الثانيه. طيب 800 لتر على الثانيه، انا لازم احولها من لتر على الثانيه لمتر مكعب على الثانيه. من لتر للمتر مكعب بقسم على 1000، هيبقى ال 800 ديت قسمتها على 1000، واللي يطلع اقوم قسمه على الحجم النوعي اللي هو 86 من 100 اللي انا طلعته اهو. اداني هنا معدل السريان الكتله عند النقطه ار 93 من 100. نفس الكلام هعمله عند او. كان معدل السريان الحجم 200، قسمته على 1000 عشان يبقى متر مكعب على الثانيه، وبعد كده قسمته على الحجم النوعي اللي هو 922 من 1000، طلع لي هنا 22 من 100. بكده لما يكون عندي الكتلتين اقدر اجيب التوتال. لما تكون الكتله دي داخله بكميه ودي بكميه، الاكيد يعني هنا هيبقى مجموع الاثنين، جمعتهم طلع لي هنا 1.15 من 100 كيلو جرام بير سكند. حد مطلعها بنفس الرقم؟ انا مطلعاها 1.1 لان انا ماشي. MO مطلعاها ب2 من 10. لا صح، مفيش مشكله. حد مطلعها؟ حد تاني مطلعها يا شباب؟ تمام، كمل يا دكتور. ماشي. طيب نعمل بالانس بقى للكتل. احنا جنب كل ام هنحط التي بتاعتها، تمام؟ هيبقى بالشكل ده. انا عندي التي او موجوده، التي ار موجوده، الام ار موجوده، الام او موجوده، الام توتال موجوده، هيتبقى عندي التي ام. التي ام طلعتوها بكام؟ هي طلعت معايا 28 ونص. غيره؟ حد طلعها تاني؟ طيب طلعت معايا هنا هو 28.7 من 10. عندي 28.7 من 10. كده انا جبت النقطة ام. معايا يا شباب؟ طيب ايه تاني؟ طبعا هنا لو انا عايز اجيب الاتش بتاعت الام، هطلع هنا وطلعتها هنا 61. وهنا لو عايز اجيب الرطوبة النوعية طلعت 122 من 10,000. هنا الار لو عايز اجيب الرطوبة النوعية. وهنا نبدأ بقى حتة مهمة جدا. انا معايا ب125 عادي ولا ايه؟ الايه؟ في النص اللي هي الدبليو. طيب بدل 122 125 لاني عملتها تبقى في النص ما بينهم. دبليو ايه؟ اللي هي الدبليو بتاعت الام هو المعادل. عادي ولا ايه؟ الدبليو بتاعت الام طلعتها بكام؟ طلعت معايا ب125. ماشي، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. طيب عندي بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هنا بقول لي ايه؟ نقطة كده في المسألة، بقول لي كان الكسب في الرطوبة للغرفة، يعني بين الغرفة بين ايه وايه؟ الغرفة هنا بين الاس
والار. الكثب في الرطوبة في الغرفة كان مدوني 2 كيلو جرام على الثانية. ماشي. لو انا جبت الام ووتر بالنسبة للغرفة هيساوي الام دوت اير، الهواء اللي داخل الغرفة اللي هو عندي اساسا اللي انا لسه جايبه، اللي هو 1.15%. ماشي. في فرق الدبليو. دبليو ايه؟ دبليو الاس والار. الاس والار. الاس هنا انا عاملها هنا بواحد، يعني هي دي اس، يعني دي ده هشيل دي واعملها دبليو اس. تمام. اللي موجود عندي ايه؟ الموجود عندي الام دوت ووتر هو مديها لي 2 كيلو جرام على الثانيه. لو عايز بقى بالكيلو جرام على الثانيه ببقى قاسمها على 1000، هيديني 2 من 1000 كيلو جرام على الثانيه. ومعدل سريان الهواء 1.15% موجود. الام دوت ار اهي اللي انا لسه مطلعها 97 من 10000. تمام. هيتبقى لي ايه؟ اللي هي الدبليو واحد، اللي هي الدبليو اس. يعني الدبليو اس هتبقى 79 من 10000. هيبقى بالشكل ده. انا كده جبت خط واحد، لسه لي خط كمان عشان اقدر احدد الاس فين. معايا لحد دلوقتي؟ حد عملها بالشكل ده؟ الأرقام ممكن بس في اختلاف اللي هو الام دوت بواحد، وانت عاملها بواحد و15 انا عاملها بواحد واحد. مش هتفرق حاجه. طلعت الدبليو اس طلعتها بكام؟ ما عشان اظبطها لك انا هظبطها لكم دلوقتي عشان دي مش تلخبطكم. هنا دي دبليو اس، دبليو اس ارجع لكم كده تاني. ها، انا وصلت لحد الدبليو اس، انا عملت خط واحد. لو جينا قرينا المسألة تاني، ها حد عارف يحدد النقطة اس فين؟ هو يا جماعة مش انا عملت خط بتاع الدبليو بتاع الاس، انا جبت الرطوبة النوعية بتاعت الاس، فاضل لي خط كمان. لو انت قريت اول سطر من المسألة بيقول لي غرفة يراد كيف يدخل هواء اليها عند كام؟ درجة حرارة جافة كام؟ 13. درجة حرارة الجافة بتاعت السبلاي كام؟ 13. صح؟ خد خط عند ال 13. انت عملت خط اهو، وانت كان جبت الرطوبة النوعية من هنا، يبقى انت كده جبت الايه؟ الاس. هتوصل الام بالاس. هيبقى بالشكل ده. طب ايه الجديد اللي في المسألة المختلف عن اللي احنا خدناه قبل كده؟ اللي انا هنا جبت الرطوبة النوعية بتاعت السبلاي، وجبتها عن طريق ايه؟ معدل المية اللي هي الكثب في الرطوبة بتاع الغرفة. كل هيشوف الكثب في الرطوبة في الغرفة ويقف عندها مش هيعرف يعمل حاجة. الكثب في الرطوبة في الغرفة اللي هو بيساوي الام درجة كمية الهواء الام دوت اير في فرق الدبليو حوالين الغرفة. اللي حوالين الغرفة ايه؟ الاس والار، رطوبة نوعية. من خلالها اقدر اجيب الدبليو اس، ومن بعد ما اجيب الدبليو اس وهو مديني درجة حرارة دخول الهواء، يبقى انا كده حددت النقطة اس. هي دي النقطة المختلفة عن المسائل اللي احنا خدناها قبل كده، اللي انا خليت اجيب خط الرطوبة النوعية الاول، وبعد كده مديني درجة الحرارة الجافة، فكده حددت النقطة السبلاي. حد عملها بالشكل ده يا شباب؟ ايه؟ يعني انت الناتج الانبوت ووتر هي ب2 من 1000 صح؟ ام دوت ووتر 2 من 1000. 2 من 1000. انا لما عملت المعادلة طلع معايا على حسب اللي انا جبته، طلع معايا 8 علامة صفر، يعني 8.8 من 100 في 10 أس 3. ماشي. 8 و8 يعني 88. يعني طلع معايا 8 من 100 في
10 أس 3. ماشي 8%. انا هنا ما بصي، لو جيت قربت ال 79 من 10000 ديت هتلاقيها ايه؟ 8%. ما اللي بعد 79 80، يعني قريبه مني شويه. طب تعالى كده نكمل. ايه؟ خلاص ماشي كمل. طيب تعالى احنا بص، ما دام عملنا النقطه اس احنا كده خلصنا المساله، لان اللي جاي كله خلاص بقى موضوع لنا استنتاج خلاص. يعني هنسيب بقى الخريطه كده، احنا كده جبنا الدرجات. بس اهم حاجه انا عايز نقطه الندى هنا اللي هي درجه حراره سطح الملف اجيبها. هلاقي هنا كام؟ 5، لان هحتاجها، اللي هو هيحتاج هنا في المساله محتاج معامل الامرار الجانبي، فانا لازم اجيب نقطه او درجه حراره سطح الملف. ماشي. نعم. هو السبلاي طلع معايا ب 12 الاس. الاس درجه الحراره الجافه ولا الرطبه؟ لا الجاف. ما هو الجافه هو مديها ب 13، ده هو جايبها لك معطى. غرفه يراد كيف يدخل هواء اليها تي دي دراي، درجه حراره جافه 13، هو مديكي ده 13. 13 دي اساسا درجه حراره جافه. دراي. لو جاب لك تي دبليو يبقى رطبه. تمام تمام خلاص. انا كده بصوا بنسبه كبيره الموضوع كله بقى حاجه بسيطه اهو. انا كده جبت الاتشات عشان هحتاجها، الاتشات هحتاجها. بعد كده خلاص بقى خدت النواتج اللي انا جبتها دي كلها، ابدا احل بقى في القوانين. عايز الحراره الكليه للغرفه. الحراره الكليه للغرفه اللي هي كيو ار بتساوي الام دوت اير في فرق الاتشات دخول وخروج الغرفه. دخول وخروج الغرفه اللي هو ايه؟ الاس والار. هيبقى الام دوت اير في الاتش ار ناقص الاتش اس. الام دوت اير انا كنت جايبها ب 1.15 في 51 ناقص 33. الار والاس طلعت لي هنا 20.7 كيلو واط. لو انت عايزها بالطن التبريدي بقسم على 3.5 يديني طن تبريدي. بعد كده قدرة ملف التبريد. ملف التبريد هنا بين ايه وايه؟ الاس والام. تمام. الاس والام يبقى اللي عندك كيو سي الام دوت بيساوي الام دوت اير في فرق الاتشات بين دخول وخروج الملف. طلع لي هنا 32.2 كيلو واط. انا بجيب الاتشات من اللي انا جبتها من الخريطه، يعني ده عملتها وبعد كده ابدا اعوض. معامل الامرار الجانبي تجيبها بالاتشات او تجيبها بالتي. تمام بالشكل دوت. اللي حصل، او احنا مش هنقول بقى اللي حصل، هنقول اللي ما حصلش. اللي ما حصلش اللي هو من التي اس لحد التي سي دي اللي ما حصلش، ده الهواء اللي ما عملش تبادل حراري مع الملف، الحاجه اللي ما حصلتش. على اللي كانت المفروض تحصل دخول الملف الام وخروجه، او نهايه خط او درجه حراره سطح الايه ملف التبريد اللي هي تي سي. ايه دي عكس الكفاءه. طلع لي هنا 34%. لو هو عايز الكفاءه هتقول من واحد هتطرح ال 34% من واحد. تمام. كفاءة الملف كمان ماشي. هيبقى 100 ناقص 34 تجيبها كام في المية؟ كمية المية المتكاثفة من على الملف. انت لو هتجيب الكفاءة عايز تجيبها بالاتشات هاتها بالاتشات، عايز تجيبها بالواحد ناقص الباي باس مفيش مشكلة. كمية المية المتكاثفة من على الملف، ملف ايه؟ ملف التبريد. احنا قلنا كمية المية اللي هي بتيجي بالكيلو جرام على الثانية بيساوي معدل سريان الهواء على الملف على فرق الرطوبة النوعية قبل وبعد الملف. تمام. ايه هو الام والاس. طرحت ضربت طلع لي هنا 49 من 10,000 كيلو جرام على الثانية. تمام. او 4.9 من 10 جرام على الثانية. لا هضربها بقى في، لو انا عايزها بالجرام على الثانية ده انا هضرب في 1000 هتطلع لي 4.9 من 10.
صح، 4.9 كيلو جرام على الثانية. ماشي يا شباب. طيب أنا هنا عايز كفاءة الملف، هتقول 1 ناقص الباي باس، لا إما تقول 100 ناقص 34 يديك كام في المية، أو تقول 1 ناقص 34 من 100 يديك كام؟ 1 ناقص 34 من 100 هيديني 66 من 100، يعني 66% كفاءة الملف. عايز تعرف بقى صح وغلط، اعمل كفاءة الملف، هاتها انت لوحدك، هاتها حتى بالاتشات هتلاقيها جايه لك. اجمع الاثنين هيديك ايه 100%. مين اللي عملها بالشكل ده؟ مين اللي يطلع النتائج قريبه من اللي انا عملتها؟ طبعا نفس الفيديو بتاع حضرتك يعني. نتائج يا باشمهندس قريبة، بس الفرق ايه بين الدبليو الشات بس. بقت معايا 25 اللي هو 125 اللي هو الفرق البسيط ده. معرفش هل ده صح ولا لا. ماشي، مفيش مشكله، فرق بسيط، ما كده كده بيبقى عندك نسبه يعني. ما مش كلنا هنطلع نماذج زي بعض، دي خريطه وبيبقى فيها نسبه انحراف يعني شويه. اعملها 50 وانت اعملها. ماشي. انا كل الارقام هي صح الا البي دي اف علشان اعملها بالانسالبي. طلعتيها كام؟ ماشي، ما هتطلع لك نفس النواتج او قريبه منها. ايوه نفس الناتج يعني. طلعت لك كام؟ اللي طلعها بالانصال بيطلعها كام؟ 35 واللي هو التي، اما التاء جت على 5. الباي باس بالانصال بطلع كام؟ امال ما تجيبيها. يبقى احنا اختصارا في المساله ديت الجديد اللي فيها اللي انا جبت الرطوبه النوعيه بتاعه السبلاي ومديني درجه حراره الايه الجافه بتاعه السبلاي، هي دي النقطه يعني اللي خلتني احدد النقطه اس. بس يعني هو ده الاختلاف عن بقيه المسائل. طبعا معايا 35 تقريبا كده. طب ما هي زي الفل، ده كده كويس، يعني انت مطلعها انت مطلعها بالانصالبي وانا مطلعها بالتي، يعني كده صح. ما زي بعض اهو. شاطر. مين اللي كانت معايا؟ دكتور مين اللي كان؟ اسماء. ماشي يا اسماء، شاطره. دكتور فيروس فاكتور دوت انت عامل يعني انا مش عارفه بصراحه، يعني الناتج لو طلع انا في الامتحان مثلا نزلت واحد او عليت واحد مش هتفرق. لا امتحانات بالسنه. لا بس في فرق بقى لما طلعها 34 وواحد يطلعها 64، بس مش هنقول بقى 34 و35 و33 هنقول صح وغلط، لا هو كده صح مظبوط، بيبقى في نسبة. طلعتها 33 32 35 36 37، ده الرينج بتاعها، ما زدتيش بقى 10 درجات، فاهماني؟ مسألة ماشي هي كانت انا عندي مثلا لما نيجي نجيب السي دي بي 3 بتطلع مثلا ب 30 و8 من 10، فانا بروح عاملاها ب 30، فلما جيت شرحت انت قبل كده في النت وخليت يعني 30 و8 من 10 عملتها في النص. طب فين 30 فين 30 دي فين 3 دي الاول؟ اي نقطة؟ لا اي مسألة يعني هو 30 سي دي بي اللي درجة حرارة جافة لما طلع سي دي بي 3 الثالثة اللي هي الام ساعات مثلا بتطلع ب 30 8 من 10 25 8 من 10، فانا كنت بروح عاملاها على 25 بالظبط. لا طالما وي ما ينفعش تعمليها اقل، لازم وي زودي، اقل ما ينفعش. انت يبقى عندك مشكلة لو انت تعمليها بالظبط، ما انت عارفاها اهي. حاولي تظبطيها شوية يعني على قد ما تقدري. ناخد المسألة تانية عشان الوقت، عشان فاضل على البث تقريبا تلت ساعة. هواء خارجي حالته ماشي، جاب لي نقطة بتاعت الهواء الخارجي، تم خلطه مع هواء راجع حالته، يبقى كده عندي نقطتين. ثم يمر الخليط على ملف تبريد درجة حرارته، درجة حرارة ملف التبريد اللي هنجيبها من على خط التشبع ماشي، ومعامل الحرارة المحسوسة كذا.
كذا. انا كده فهمت. ده كده انت هتجيب من درجة حرارة التشبع وهتمد خط بمعامل الحرارة المحسوسة وتجيب منه الام. انا كده فهمتها على طول. معايا يا شباب؟ درجة حرارة جافة الهواء الداخل الغرفة 15 ومعدل هواء الامداد 1 كيلو. دي سهلة جدا المسألة دي على فكرة، مفيهاش أي حاجة. تعالى كده نجربها. ناخد الار 27 والار اتش 40. جبت انا النقطة ار ماشي، وعندي الاو ب 41. طبعا هنا جبت الانصلب بالمرة هتلاقيها 50. جبت هنا الاو 41 جافة، وعند الرطوبة النوعية 17 من 1000. فين هي؟ اهي كده جبت النقطة اهو، اوصلهم ببعض. تمام. وفي حاجة قالها لي ثم يمر الخليط. بعد ما يعدي هنا بقى الخليط هيمر، انا عندي النقطة ام هيمر، هيبقى النقطة اس. تمام. ثم يمر الخليط على ملف تبريد اهو، عدى على ملف تبريد. درجة حرارته 5. درجة حرارة الملف بجيبها من على خط التشبع اهي 5 اهي. تمام. يبقى انا كده جبت درجة حرارة ملف التبريد، هوصلها بالنقطة ام اللي انا معرفش هي فين. يبقى انا ده جبت الخط بتاع ملف التبريد، بس النقطة ام انا معرفهاش. لو كملنا المسألة قال لي ايه؟ معامل الحرارة المحسوسة لملف التبريد 65 من 100. 65 من 100. تمام. ادي النقطة سي، واجيب الاتش بتاع سي. معامل الحرارة المحسوسة لملف التبريد 65 من 100. اروح عند ال 65 من 100 اللي هي اهي، واعمل خط بينها وبين النقطة السوداء اللي موجودة على الخريطة، واخد خط موازي من ده لفين؟ الرجالة اللي معايا، اخد خط موازي من ده اوديه فين؟ يبقى موازي يطلع من نقطة ايه؟ انا عندي على الخريطة ار واو وسي، اطلعه من اي نقطة؟ مش ده معامل الحرارة المحسوسة لملف التبريد؟ ملف التبريد بين ايه وايه؟ مش بين الام والاس؟ ايوه. طيب يبقى بين الام، ولا عندي الام ولا عندي الاس، بس عندي درجة حرارة سطح ملف التبريد. ما هي ده هيعدي على ملف التبريد، يبقى هاخد خط موازي من الخط ده واجيبه من النقطة سي اهي. شوف ده موازي ازاي؟ موازي ليه خالص. ها احنا دايما بنعمل ملف التبريد واحد اللي هي الام، بس مفيش الام موجودة هنا، هناخد من السي. ايوه هناخد من السي. ما هو الهواء هنا بيعدي من ام على على السي على الاس، الثلاثه دول على خط واحد، ام وسي واس. انا عندي السي موجوده، يبقى اخد خط موازي من ده يمر بالنقطه ايه؟ سي. هيقابلني هنا بقى، هيقطع الخط اللي بين الار والاو في نقطه. هي دي النقطه، انا عملت خط اهو، هي دي النقطه. مين النقطه؟ ام. يبقى انا كده طلعت الام. طيب النقطه اس اجيبها ازاي؟ ده هو جابها لك سهله جدا اهو. ثم يمر الخليط على ملف التبريد درجة حرارته كذا ومعامل الحرارة المحسوسة له كذا. درجة الحرارة الجافة الهواء الداخل إلى الغرفة 15. السبلاي 15 دي مكتوبة هنا غلط، المفروض 15. عند 15 أنا طبعا هنا عند 15 أو دي هو عملها 16. عند هنا دي هنعدلها خليها 16 بس. ماشي. عندي 16 رحت واخد خط وهنا طلعت النقطة. النقطة ايه؟ النقطة اس. معايا ولا ايه؟ ركزي معايا. تمام. اقدر هنا اجيب الاتش اس. نقطة ام من القانون عادي. اي بقى قانون؟ ما انا ما عنديش حاجة اقدر اجيب بيها النقطة ام. هاتيلي حاجة واحدة اجيب بيها الام غير معامل الحرارة المحسوسة. ايه؟ ما عنديش كتل ولا عندي نسب ولا عندي اي حاجة.
هو مديني النقطة سي ومديني معامل الحرارة المحسوسة، يبقى أنا عرفت خلاص هطلع بخط موازي من معامل الحرارة المحسوسة من النقطة سي لحد ما أجيب النقطة إيه؟ إم. جبت النقطة إم، هو مديك النقطة إس جاهزة أهو، الإس مديها لك بكام؟ اعتبرها هنا ب 16 أهي، جبتها ب 16. دكتور امال هو ايه معدل هواء الامداد ده؟ مش فيه والام؟ معدل الهواء اللي هو الام دوت اير، دي كمية الهواء اللي هنا، بس انا ما اعرفش اللي هنا قد ايه واللي هنا قد ايه، دي معدل كمية الهواء بس ملهاش علاقة بدرجة الحرارة. فدول ما ذكرش يعني ان مثلا الحالة الأولى خدت 50%؟ ايوه هو ما ذكرهاش، يعني مش هقدر اعمل المعادلة دي لان انا ما عنديش الام ار ولا عندي الام او، انا عندي الام توتال بس، فكده بقى عندي 2 مجهول. لما بشتغل على المعادلة دي بيبقى عندي مجهول واحد بس اللي هي التي، بيبقى عندي الكتل كلها موجود هنا بس كتلة واحدة اللي موجود، فعشان كده مش هعرف اشتغل بالطريقة ديت، فهشتغل بقى بالداتا اللي هو مديها لي، درجة حرارة سطح الملف، معامل حرارة محسوسة، جبت النقطة اس، جبت النقطة ام، هتجيب بقى كل الاتشات وهتجيب الرطوبة النوعية بالذات عند النقطة اس، وتجيب الداتا بتاعتك كلها دي من الخريطة. معايا يا شباب؟ طيب بيقول لي ايه؟ هو عايز في المسألة معامل الحرارة المحسوسة للغرفة. هي الغرفة دي بين ايه وايه؟ الار والاس. هقوم واخد خط بين الار والاس وهعمل موازي ليه يطلع من النقطة السوداء دي. اهو انا عملت خط من الار للاس اهو، الخط الاحمر النقط ده اللي هو الشرط ده، وخدت خط موازي ليه موازيه من النقطة السوداء، طلعت هنا اهو، طلع لي هنا 85%. 85% ده معامل الحرارة المحسوسة لمين؟ للغرفة. ده بجيبه من على الخريطة أو أجيبها عن طريق المثلث، آخد خط من الآر رأسي وخط من الإس أفقي، وأعمل بقى هنا الحرارة المحسوسة، أسمي النقطة دي أي حاجة، أسميها 4 5، وهنا دي الحرارة الكامنة، وأجيبها بقى معامل الحرارة المحسوسة بيساوي الحرارة المحسوسة على الحرارة الكلية. تيجي يجيبها بالقوانين، يا إما تجيبها من الخريطة. معايا؟ البث لو قفل هبعت لكم اللينك الجديد. ها ماشي. لان فاضل دقيقه واحده. طيب خلاص، تعالى كده نخش على القوانين. قدره ملف التبريد بالطن التبريد. قدره ملف التبريد اللي هو الاوميديتو اير، فرق الاتشات. اتشات ايه؟ الاس والام اهي، طلعتها ب 25 قسمتها 3.5 اداني 7.14% طن تبريد. كفاءه ملف التبريد، الكفاءه بيساوي الحاجه اللي حصلت على الحاجه كانت المفروض تحصل. اللي حصلت ايه؟ من الام للاس، المفروض يحصل ايه؟ من الام للسي. تمام؟ طلع لي هنا 58%. معامل الحراره المحسوسه للغرفه انا جبتها من الخريطه على طول 85%. الحراره الكليه للغرفه الام دوت ار او الكيو ار بتساوي الام دوت اير فرق الاتشات. هي الار ديت بين ايه وايه؟ الاس والار. الغرفه بين الاس والار. تمام؟ طرحت ضربت عندي هنا الام دوت اير بواحد، ادتني هنا 14 كيلو واط. تمام؟ اخر حاجه معدل المياه المفقوده في ملف التبريد بالجرام، بالجرام على الاتش ار على الساعه يعني. بص كده معايا، الام دوت ووتر لملف الايه؟ التبريد، يبقى بين ايه وايه؟ الاس والام، يبقى الام دوت اير فرق الرطوبه النوعيه بين الام والايه؟ والاس. معايا يا شباب؟ تمام. عندي كميه الهواء كانت بواحد كيلو جرام بير سكند، مضروبه بقى فرق الرطوبه النوعيه احنا مطلعينها بين الام والاس، ادي الام وادي الاس اهي، 115 من مش عارف 10000 دوت ناقص 8 من 1000، المهم هيطلع لي ايه؟ 3.5 في 10 اس سالب 3 كيلو جرام على ايه؟ الثانيه. هو عايزها ايه؟ بالجرام على الساعه. نجيبها ازاي؟ مين يقول؟
مين يقول يا شباب؟ ها؟ تضرب 60 في 60 عشان هي مقسومة على الساعة. طب الكيلو جرام احوله للجرام اعمل ايه؟ جرام هنقسم على 1000. كيلو جرام الكبير هقسم، الكبير لازم اضرب. ايه يا بنات انتوا هنكتوا ولا ايه؟ هنضربها ب 1000. ايوه كده، من الكيلو جرام للجرام هضرب في 1000، يبقى هضرب 3.5 في 10 سالب 3 في 1000 صح؟ طيب انا عايز احول من الثانيه للساعه اعمل ايه؟ مين شاطر يقولها؟ اولى ابتدائي دي. اضرب ايه؟ بس عشان هي في المقام ما شاء الله. لا يا باشمهندس بص، الساعة الكبير يعني 90 من ثانية لساعة هنقسم، بس عشان هي في المقام فهنضرب، يعني هتبقى 60 على 60 في الرقم، يعني الرقم في 60 على 60. في كام؟ يا باشمهندس لا سبق، انا عايز اسمعها هي، انا عايز اسمعها اللي فاتت ديت. قولي تاني اضرب كام؟ من الصغير للكبير بنقسم. فهي لا ما تقوليش تفاصيل، قولي هعمل ايه، ما تقوليش تفاصيل، قولي هعمل ايه على طول. 60 على 60 هعمل ايه؟ يعني هي عشان هنحولها من ثانية لساعة هيحددنا نقسمها على 3600، بس عشان هي في المقام فهنضربها. ايوه كده جدع، الله ينور عليكي. يبقى الخلاصه هاخد 3.5 في 10 سالب 3 هضرب في 1000 عشان احول من كيلو جرام للجرام، وزي ما قالت زميلتك هضرب في 3600. ايه دي؟ عشان هي على ثانيه بقسم، ما هنا دي موجوده في المقام، المقام يطلع بسط، وبالتالي دلوقتي بدل ما كنت هقسم على 3600 وبالتالي هضرب في 3600 هتبقى بالمعادله بالشكل ده 12600 جرام على الساعه. شفت التحويله دي؟ كله ممكن يتلخبط ويقسم على 3600 وكتير هيتلخبط فيها مع انها سهله وبسيطه. ها ها يعني احنا كده قسمناها، ضربناها في 1000 الاول بعد كده قسمناها 3600 ولا ايه؟ احنا بصي دي خدتها كله سطر واحد، عشان احول من الكيلو جرام للجرام ضربت في 1000 فيها حاجه؟ تمام. ماشي، فيها مشكله لما اضرب في 1000 صح؟ سهله ديت. طيب انا عايز احول من الثانيه لساعه، بس الثانيه ديت المفروض من الثانيه لساعه انا بقسم، بس عشان هي موجوده في المقام، الثانيه موجوده في المقام موجوده تحت، هقوم انا ضارب في 3600. تمام. احنا هنضربها. عرفت انا ضربتها ليه؟ عشان الثانيه في المقام، المقام يطلع بسط، يعني المفروض انا هقسم على 3600 في المقام، تمام، فطلعتها فوق في البسط يبقى 1000 في 3600. فاهمينها؟ هي حته كده تركايه كده عشان ضغطة الامتحانات ممكن الواحد ايه وهو في الامتحان يتلخبط. ايه؟ ايوه حاجه كويسه. ماشي يا شباب، ده حل المسألتين، كل واحد بقى يقول لي ياخد كام من 10 في حل المسألتين. اول مساله تمام، تاني مساله تعتبر تمام، بس الفرق في الارقام، اللي هو الارقام طلع معايا يعني فرق بسيط بس. طيب غيره، بس الخطوات صح الخطوات زيي. الخطوات تمام، بس المشكله في الارقام بس، دي اللي انا عايزه يعني في لخبطه فيها شويه. تمام، تبقى حاولي تعيديها تاني بقى كده وظبطيها. ماشي يعني ماشي تمام. هي تمام، بس الفرق بس في عادي ولا لا؟ بس ما فيش مشكلة. حد عايز يسأل سؤال قبل ما نقفل؟ عشان انا هم رافع لكم الفيديو ده على اليوتيوب خاص بيكم انتوا، تدوه بقى لزمايلكم اللي هم ما حضروش، بس المفروض يبقوا هم معانا عشان يبقى في تفاعل، الناس دي تعرف احنا حلينا كده ازاي ويسألوا.
حد عنده سؤال؟ طبعا كده احسن بكتير. ماشي. حد عنده سؤال؟ انا اسال بقى. اسألي. بالنسبه برضو لنفس سؤالي في الارقام، ماشي، لان ده امتحان هو نص السنه، اللي بيعلم الامتحان هو فاهم احنا كاتبين ايه؟ بصي احنا هنقعد مع بعض عشان وانت بتحلي تاخدي بالك من اللي انت بتكتبيه. لازم وانت بتحلي كده يبقى بتحلي بمزاج، حل منسق ومرتب، مفيش حاجة اسمها شخبطة، مفيش حاجة اسمها خط وحش. احسن على قد ما اقدر وخطواتك تبقى صح، اخلي اللي بيصح دوت يعجب بيا ويرقف بحالتي، حتى لو انا غلطان في حاجة، حتى لو غلطان في رقم. يعني حتى افرض انا ضربت بالآلة الحاسبة غلطت في الآلة الحاسبة وطلعت الارقام غلط، بس اتحاسب على الارقام، اتحاسب على التنسيق، اتحاسب على كذا. ممكن انا ادي الدرجة النهائية ويكون الرقم النهائي غلط، بس حالل صح، يعني حالل الخطوات مظبوط وبصي مش تعبني. انا في طالب اجي اخش اصحح له الورقه يقرفني، يعني احس ان انا عايز اخلص منه بسرعه، وفي طالب يخليني غصب عني اقعد ابص واشوف هو كاتب ايه. ده هناخد بالنا منه واحنا بعد كده، يعني ايه ازاي اعمل الكلام ده في قلب الورقه، ازاي انسق خطواتي واكتب واخلي اللي بيصحح دوت ما يقرفوش. كل حاجه مظبطها لك ايه. اول واحد قدره ملف التبريد بالطن التبريدي هم معوض كفاءه واثنين ثلاثه اربعه، واعمل له كده وهم راسم له الخريطه وراسم له الكلام دوت. انا عامل ايه، انا مدخل الار مع مثلا مع الاو مع الام، هم راسم له الكلام ده واكتب له انا عايز ايه، عشان لو عندي غلطه في اي عمليه حسابيه تعدي. وغير كده اقنع اللي قدامي ان انا مش غاشش، وفي فرق بيني وبين بقيه زمايلي. ده لازم ناخد عليه. وهناخد عليه ازاي؟ اللي احنا نعمل امتحانات الفتره الجايه كتير، اللي انت تتعودوا على ضغطه الامتحان وعلى شده الامتحان والضغطه بتاعته، وتحاول تطلع شغل حلو. فواحده واحده معايا. نكتفي بكده النهارده عشان زمايلكم مش كاملين معانا، ونكملها بقى نشوف نحدد كده محاضره اونلاين كده في نص الاسبوع قبل ما نقعد يوم الاربعاء ان شاء الله مع بعض. تمام. يلا، عايزين حاجه؟ دكتور كنا عايزين محاضرات الأحمال. كنت عايز ايه؟ محاضرات عن الأحمال. هديكي واحده انزلها لكم بكره. تمام. ماشي. حلوها. اديكم واحده محلوله. شوفوها بس فيها فكره، يعني انا جايب لكم الفكره اللي فيها. ماشي. وبعد كده ناخد بقى حاجات من اللي هي مش محلوله، نقعد نتناقش فيها زي كده، نطلع نتائج مع بعض. نعم. نكون كلنا حلينا. ايوه، ما لازم تبقوا حلينا عشان تراجعوا معايا. قولي يا انسه. انا كنت عايزه حل في 2006 والشوط اللي قلت حضرتك عليهم. ما انت تبعتي لي ارقامهم. انا بعت لك ارقامهم بس انت قلت لسه ما حليتهمش. طب ما هم دول المساله اللي لسه ما حليتهمش، كانوا هم دول. بص ابعتي لي كده منشن كده ليها وانا ابص لك عليها تاني، لو محلولين هبعتهم لك. انا بعتلهم اصلا لحضرتك على الخاص. طب هبص لك عليه تاني. ماشي، حاضر. تمام. ماشي يا شباب، يلا هتوزوا حاجه. يلا، سلام عليكم.